سنوات من الجاه، 24 عام وهي عايشه تحت. البنت عندها 18 عام، ولدت 7 ديال الاطفال. حاجه الجوجه ديال ديك الدري. وكيفاش تكشف هاد السر؟ دابا غنجاوبو عليه. النمسا في عام 1984، وبالضبط في امشتنتن. هاد البلاصه كاينه في النمسا، بحكم انهم كيدويو بالالمانيه هما بحال ما كون مسمين هاد البلاصه. المهم، بنت عندها 18 عام تختفات فجأة، سميتها إليزابيث. الأب ديالها جوزيف فريدزل قال للبوليس بأنها هربت وانضمت لشي طائفة دينية، ووصلت رسالة من عندهم مكتوبة بالخط ديال يدها كتأكد هاد الشي. البوليس تيقوا القصة والملف تسد، ولكن الحقيقة تا واحد ما طاح ليه على البال. تحت من الدار كان واحد القبو حافو الاب بيديه. داك القبو دير لي باب ديال الحديد الا ما كانش الكود ما كيشحلش، وفي داك القبو نيش حبس بنتو. لا شمس، لا اكسجين نقي، لا ناس، غير الحيوط باردين والظلام ديما. سنوات من الجحيم، 24 عام وهي عايشه تحت الارض. ولدت 7 ديال الاطفال، وكلهم زادوا في داك القبو. 3 منهم بقاو محبوسين معاها، 3 طلعوا من الاب للدار وقال للناس ان الام خلاتهم قدام الباب. واحد مات وهو رضيع، وحرق الجثه ديالو. تصوروا معايا من داك القبو كان داير فيه فرن، حرق الجثه ديال ديك الدري. الاطفال اللي فوق الارض كانوا كيعتقدوا ان الام ديالهم ماتت او هربات، ولكن الاطفال اللي في القبو ما شافوش الشمس حتى كبروا. ما كانوش عارفين شنو هو العالم، ما عارفين حتى الضوء كيفاش داير. وكيفاش تكشف هاد السر؟ دابا غنجاوبو عليه. في 2008 وحده من البنات مرضات بزاف، والاب كان مضطر يطلعها للسبيطار. الاطباء شكوا في القصه، طريقه العيش ديالها كانت غريبه، ما عندها حتى ملف طبي، ما عندها عقد ازدياد، ما والو. منين ضغطوا على الام ديالها، او اللي بالاحرى اليزابيث اللي هي بنت وناس، واللي حملات منه دوك 7 دراري. المهم من ضغطوا على الام بقاش كتبكي واش عرفاش بالحقيقه كامله. البوليس مشاو للدار، حلوا داك الباب، بان لهم واحد العالم خار. بيت صغير، خيوط ديال الضوء، 24 عام من الالم مخبين تحت الدار. 24 عام ديال الالام، 24 عام وهي مربيه ولادها بلا ضوء. كيفاش دير هاد الحياه؟ تشد الاب، تحكم عليه بالسجن المؤبد سنة 2009. العالم كامل تصدم، الجيران قالوا كان غير انسان عادي عمرنا شكينا فيه، ولكن الرعب الحقيقي ماشي غير في الجريمه، الرعب هو كيفاش ممكن الشر يعيش حدانا وحنا مش عارفين شبيه. 24 عام الناس كيمشيو ويجيو قدام الدار، اطفال كيلعبوا في الزنقه، الشمس كتطلع كل صباح، وتحت الارض عائله كامله عايشه في الجحيم. واخطر حاجه في هذه القصه، كل ما مرضتش البنت كان من الممكن يبقى السر مخبي حتى يموت الجميع. وهنايا غتكون سالات القصه ديال اليوم. الا وصلت حتى لهنايا ما تنساش تخلي معاك شي لايك وكومونتير زوين، والله معاكم.